السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حابب اتكلم عن حتة تربية شجرة مثمرة. دلوقتي في كل حتة وكل الناس بتسوق ليمون مقزم وتفاح مقزم ومش عارف ايه مقزم. الفكرة هنا ان الناس نفسها تسعى انها تربي حاجة زي كده في بيتها، اللي هو انا عايز يبقى عندي شجرة تديني ثمار، عايز اكل من حاجة زي كده. هي حاجة حلوة طبعا اصلا ان انت تبقى عندك شجرة فاكهة وتطلع عندك دي احساس حلو جدا، خصوصا للناس اللي بتحب النباتات وبتحب تربية النباتات. طيب اللي فاهم هنا هيعرف ان تربية شجرة مثمرة مش بس ان انا اديها ان بي كي مرة كل 15 يوم اوقات النشاط، مش بس ان انا اعطش الشجرة اوقات التزهير. الفكرة هنا في تربية شجرة مثمرة هي خدمة الشجرة خلال الاربع فصول من السنة علشان تقدر تديني اللي انا عايزه، تقدر تديني ثمار في الاخر. بمعنى ايه الكلام ده؟ بمعنى انا اشتريت شجرة مثلا في قصيص 38 وليكن ليمون، اي شجرة مطعومة عموما بتطلع طرح وبتطلع تزهير من اول سنة للطعمة. يعني انت تقدر تعمل شجرة مقزمة عندك في بيتك. كلمة شجرة مقزمة دي يعني تربية، يعني انت اللي بتربي مع الوقت. هي مش زرار هخش ايد النور هتك على زرار في الحيطة النور هيقيد، لا، دي تربية زي تربية اولادنا بالظبط. طيب انا عايز شجرة فاكهة وعايز اربيها عندي، ببتدي اشوف الاول هل عندي شمس في المكان او لا. في شمس حلو جدا، الشمس هتساعدني ان انا اقدر ازرع اي حاجة انا نفسي فيها. عشان بس ما نتطرقش الموضوع تاني، خلينا دلوقتي انا جبت شجرة مثمرة وعندي شمس في المكان والظروف الطبيعية مناسبة وملائمة ليها. طيب انا لو اشتريت عود مطعوم شتلة صغيرة في كيس وليكن، المهم يكون مطعوم ايا كان بقى، ليمون، سفندي، برتقال، خوخ، جوافة، اي نوع فاكهة انا حابب اربيه في البيت عندي، اشتريته شتلة في كيس وهنقله. انا بنقل لقصيص 38 او 40 سم، احط طبقة حصى في قاع القصيص وبفتح فتحات التصريف ايا كان بقى. والله انا عندي امكانية اجيب قصيص الوان، ما عنديش امكانية اجيب قصيص اصلا وهجيب جردل عادي. الاستغلال الامثل للموارد مهم، اي جردل عندي انا اقدر استغله وازرع فيه شجرة مثمرة، مش هيقول لا. يعني في فلوس وقادر، اوكي اشتري في قصيص، اشتري قصيص الوان، اشتري في قصيص اسود، ايا كان يعني. المهم القصيص ما يبقاش مقاسه اقل من 40 سم، 38 سم او 40 سم. طيب التربه المستخدمه هتبقى تراب اسمر ورمل. ساعات في المشاتل، بعض المشاتل الانتاج بيكون الزرع في رمل صافي، يعني ممكن المانجا تبقى في رمل صافي، ممكن زرع كتير خوخ يبقى في رمل صافي. فانا يبقى انا هنقل الزرع في تراب اسمر ورمل، بحيث ان انا لما اخرج الزرعه من الرمله اللي هي فيها او الجزء اللي هي فيها، انا مش هخلي جذورها تبان، انا هنقلها بتربتها. والله جايبها بكيس، بشرح الكيس من الجناب وبحطها في قلب القصيص وبحط التربه حواليها وببتدي اشيل الكيس تدريجيا بحيث ان الجذور ما تبانش. طيب انا جبتها ونقلتها 100 فل 14 وسقيتها غمر لغايه ما الميه نزلت من تحت من فتحات التصريف، الميه الزياده. وبعد كده خبطت القصيص على الارض خبطه واحده، بحطه في اكتر مكان توصله شمس مباشره وبوجه الاوراق ناحيه الشمس. طيب هو هل كده رعايه شجره مثمره؟ دي بدايه تربيه شجره مثمره. طيب انا جبتها شتله، في حد تاني جابها كبيره عمر 4 سنين، في حد تاني جابها عمر 7 سنين، عمر واتيفر ايا كان. كل ما العمر زاد كل ما كان افضل. لو جايه منقوله، لو في صفيحه هنقلها برضو، وانا شرحت الكلام ده قبل كده على القناه في فيديو سابق، ازاي انقل شجره مثمره وازاي اربي شجره مثمره اصلا في قصيص 40 سم. طيب انا جبت الشجره، هبتدي اديها هيومك عشان الرايه اللي بعدها عشان انشط الجذور. انا ممكن ادي الهيومك اول رايه. الهيومك اول رايه ده هينشط الجذور معايا وهيخليها تشتغل بسرعه وهيخليها تبقى تبقى تمام وتشتغل، الجذور بتاعتها تشتغل على طول. والله ما فيش امكانيه للرايه بهيومك اول مره، اروي الرايه اللي بعدها بهيومك. طيب هل ان انا هديها مركب متوازن؟ انا مش هدي اي اسمده عناصر بعد النقل غير بعد شهر. طيب لو بعد شهر
واحنا اصلا داخلين على فتره تزهير للنبات. طيب هل النبات حجمه العود كبير يعني 4 سنين فما فوق، ساعتها لو زهر هسيب التزهير. طب لو العود شتله صغيره وما فيهاش فروع اصلا وهي فرع واحد، بسيب بهز الزهر وبشيل الزهر من على الفرع لو هو زهر معايا في فترات التزهير، وبخلي الفرع بحفز كده نمو ان هو يطلع نموات جديده، يطلع فروع جديده، عشان انا بعد كده هبتدي اربي وهبتدي احجم واشكل شكل النبات معايا مع الوقت. يبقى انا اول سنه من زراعه شتله صغيره بستنى عليها، لو زهرت اكيد هتزهر، لان اي فرع مطعوم بيزهر، اي شجره مطعومه بتزهر. انا بنزل الزهر لان الفرع ضعيف عشان احفز النبات ان هو يديني نموات جديده. طيب حد تاني عنده النبات ابتدى يزهر وشجره لسه جديده وداخله على موسم جديد، مع التزهير ببتدي اعطش دي مش ان انا اخلي التربه تنشف تماما دي لا، تنشف جزئي، يعني تبقى تقريبا ابتدت تنشف تماما، 20% رطوبه في التربه، 30% رطوبه، عشان الشعيرات الجذريه ما تتاذيش، وفي نفس الوقت احفز النبات ان انا بقول له اقعد ثمار. طيب هيقعد ثمار لوحده مع التعطيش بس؟ لا طبعا، هنبتدي ندي عالي بوتاسيوم وعالي فوسفور بالتناوب مره كل 15 يوم، زي ما بندي المركب المتوازن. والله قدرنا ان احنا نجيب سماد رش، حاجه تثبت الزهر، برضو دي حاجه كويسه هتثبت الزهر وتعمل عقد. طب الشجره عندي طلعت زهور كتير وعقدت كتير قوي والثمار صغيره، انا خف العقد. في حاجه اسمها مرحله خف العقد، حتى في المزارع الكبيره بيخفوا العقد عن الشجره. انا ما شايلش الشجره فوق طاقتها زي ما نشايلش البني ادمين فوق طاقتها، برضه نفس الحكايه، ما شايلهاش فوق طاقتها، لان كده الثمار هتبقى صغيره وغير جيده. طب ليه؟ انا خف الثمار من على الشجره عشان الشجره تبتدي الثمار بتاعتها تكبر شويه، وانظم الري. انا بعطش وقت التزهير وببتدي انظم الري واعيد تنظيم الري تاني بعد نسبة عقد 50% ل 70%. يعني ايه نسبة عقد 50% ل 70%؟ يعني الازهار اللي موجودة على الشجرة ابتدت تتحول من طور الزهرة، من انها تبقى زهرة تتحول انها تبقى ثمرة. في الوقت ده ببتدي انظم الري ليها، لان النبات بيبقى محتاج مية. زي عندي هنا مثلا الليمونه اهي، في تزهير وفي تزهير جديد اهو، وفي عقد عندي بالشكل ده. لما يبقى في عقد بالشكل ده انا ببتدي انظم الري للشجره تقدر الثمار تقعد وتكبر معايا وتظبط معايا. طيب احنا كده اتكلمنا عن مرحله التزهير ومرحله ان انا بدايه هعمل شجره ازاي وهبتدي ارعيها ازاي. طب دخلنا في فصل الشتاء. معظم النباتات او الاشجار المثمره في فصل الشتاء بتبتدي تخش في طور سكون. احنا نفسنا بنبقى في طور سكون، الجو تلج، الجو جليد، بنقعد ندفي نفسنا اهو، كوفيه وطاقيه. النبات هيتحمل ازاي الكلام ده وانا حاطه في الصيص وخلاص وما بديهوش اي حاجه تدفيه، ما بديهوش اي حاجه مش هيديني بعد كده. فانا بضطر ان انا اعمل خدمه شتويه. الخدمه الشتويه دي للنباتات، على فكره الخدمه الشتويه دي لمعظم النباتات او ممكن تبقى كل النباتات، لان انا بدفي الجذور وبدفي النبات. الفكره هنا في مراحل التجهيز دي، علشان في الاخر يبقى عندي شجره بصحه جيده وشجره تقدر تديني انتاج. مش ان انا اشوف على النت واحد بيبيع اي شجر استوائي، اي شجر مش عارف ايه، اروح اجري اجيب منه شتله واحطها عندي في الصيص، ولا اسيبها في الكيس، ولا اسيبها في الصفيحه، واقول معلش انا مش عارف الشجره مش راضيه تطلع لي ليه، الشجره عماله تطلع زهر وتوقع ليه وما بتدينيش حاجه ليه. ما هي مش هتديك حاجه. الناس اللي اتجوزت وخلفت اول عيل ده كانوا بيتدربوا فيه، يعني بيتعلموا فيه. بيعيط ليه؟ بيعيط عنده مغص، بيعيط محتاج حاجه، محتاج اكل. الفكره هنا مش مجرد ان انا هروح اشتري زرعه ب 100 ب 200 ب 1000 وات ايفر هو البرايس بتاعها ايه، واحطها عندي وهتفرحني وتديني زهر وتديني انتاج. طيب نرجع تاني لنقطه خلاص العقد ودخلنا على الشتاء. الخدمه الشتويه يا جماعه مهمه جدا. الخدمه الشتويه يعني تقليم الناشف والتالف والضعيف،
لو عندي شجره مكدشه قوي وفيها فروع كتيره قوي وعامله زي الكوره كده، بفضي قلب الشجره بربيها على شكل 7 حرف في، ان هو فرعين او 3 فروع بعيد عن بعض بشكل كاس، بحيث ان الشجره تبقى قلبها فاضي من جوه علشان الشمس توصل لكل الفروع. هو الشمس هنا هي الحياه. كده على شجره الخوخ دي. شجره الخوخ دي عمرها 2 معانا هنا في الارض، داخله على 3 سنين. مربينها ازاي؟ مربينها على 3 فروع اساسيين، ومفضيين قلب الشجره من جوه علشان خاطر الشمس والضوء يوصل. ساعات كتير بشوف في الشغل ناس بتزرع شجر وتحط حاجات في حاجات، وتحط زرع جوه زرع، وتلاقي المنظر العام في الشكل العام في الاول بيرفكت. هو بيعمل لوحه فنيه حلوه قوي. اللوحه الفنيه اللي انت عاملها دي لوحه حيه. ما ينفعش احط نباتات في قلب بعض وخلاص النباتات دي بتكبر وفي حاجات هتطلع فوق حاجات، وده معناه ان الرطوبه هتزيد تحت الكلام ده، في نباتات هتموت، في قواقع هتيجي، في حشرات هتيجي، ولو الفريسه اتوجدت المفترس هيجي. الخدمه الشتويه مهمه جدا، مهم جدا كل ظروف الرعايه اللي انا حكيتها في الفيديو. الخدمه الشتويه دي بتبقى تسميد عضوي، وبيبقى فيه بعض الاضافات، بيبقى فيه تقليم، وطبعا المكافحه والمكافحه دي موال تاني خالص، وانا اوريدي اتكلمت عليه في فيديوهات سابقه على القناه، وان شاء الله في حلقه تانية هتكلم عليه على المكافحه بانواعها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كل عام العالم كله اجمع بخير يا رب. ربنا يعافي الناس كلها يا رب، ويصلح حال الجميع، وكل عام وانتم طيبين من مشتى البيت العيله.